اوكي، وعوده مره اخرى مع الاسطوره المصري سيد الزعيم كما عودتكم في البطوله الرمضانيه موسم 2024. قبل ما نبدا البطوله مشرفنا النهارده اللاعب بطل الجمهوريه اللاعب علي عادل. تعالوا نسقف سقفه جامده. معانا كابتن سعيد نجاح وصلاح بطل الجمهوريه. تعالوا سقفه جامده. طبعا في ان شاء الله كابتن صفت يعني 10 دقايق على وصول، كابتن مدحت فراج، كابتن محمد فاروق، كابتن محمد نصر، كباتن ابطال الجمهوريه على عيني وعلى راسي هيشرفوني في البطوله. هنتكلم على نظام التحكيم ونظام النقاط. نظام النقاط في البطوله يا حضرات، ركز معايا، اللعبه كلها ركز معايا. انا بخش على اللاعب خلاص، بلعب رجل في الهجو بنقطتين ايا كانت، تانت وي او بيانت وي بنقطتين. ضرب بالقدم في منطقه الفخذ بنقطه واحده. بكام؟ بنقطه واحده. ضرب بوكسنج في منطقه الهجو بوكس 2، لو البوكسين مؤثرين بنقطتين، البوكس بنقطه واحده. في الوجه ممنوع الايد ولا الرجل. اوكي، الطرحه افضل لو اللاعب وقع فوق مني بنقطه واحده. لو انا وقعت اللاعب وما وقعتش معاه انا باخد نقطتين. خلاص؟ اي حد بياخد 3 انذارات بيخسر البطوله بالكامل. 3 انذارات بيخسر البطوله بالكامل. الخروج اللي هو لو انا طلعت واللاعب جوه بيتحسب خروج. اللاعب اللي بياخد مرتين بيخسر الجوله. بيخسر الجوله، بنبتدي في الجوله الثانيه من الجوله. حتى لو كان اللاعب ده واخد 1000 نقطه واللاعب ده جايب نقطه، اللاعب اللي جايب 1000 نقطه ده لو طلع مرتين بيخسر الجوله. عشان كده لاحظ انك ما تقدرش تسند ايدك على الحيطه. هتطلع على الحيطه لازم تبقى واخد الخصم معاك. لو انتوا الاثنين مع بعض وانت ماسكه معاك خلاص تحس خروج الاثنين. خلاص يا حضرات؟ نركز بقى، نجمع نقط عشان اللجنه بتعد. بتكتب كل ضربه بتضربها بتعدها. اوكي؟ الضربه تبقى مؤثره، مش هلمس كده وخلاص، لا انا اسمع صوت البيان. اوكي، ونبدا البطوله.